ويا صباح الخير عليكم يا شباب. اخيرا وبعد فتره هنروح نسجل النهارده في الجيم. عايز اقول لكم ان اصلا من فتره كده حوالي 4 سنين كنت مسجل في الجيم عزيزي المشاهد، وما كنتش بروح. يعني لو عديت الايام اللي كنت بروحها شهرين في الاربع سنين عايز وير اصلا ما كنتش بروح. فالنهارده واخيرا في جيم جديد فتح قريب جدا مني حوالي 5 دقائق موت رجل، هنروح نسجل هناك فيلا بينا. يعتبر الجيم اللي انا رايحه ده هو انا مش مسجل فيه، بس رايح النهارده زي بروبا تريننج كده، اللي هو اختبار التدريب. اتفرج كده على النادي من جوه، اذا عجبني مثلا خلاص هسجل فيه، ما عجبنيش مش هسجل فيه، بس 100% هسجل فيه لان هو اقرب واحد لبيتي اصلا فتح جديد. بس عايز اقول لكم الجيم محطوط في مكان استراتيجي مخفي. يعني تخيلوا انت ممكن تشوفوا تقولوا ان ده على ناصيه الشارع كده، بس في الحقيقه عزيزي المشاهد ان في اصلا طابق ارضي تحتنا ومش متشاف. الناس مثلا اللي تيجي يمكن تشتري ملابس من تحت خلاص، وهنا كلها عيادات دكاترة العلاج الطبيعي، وتلاقي دكاترة أسنان هنا برضو في نفس الوقت. فمكان يعني استراتيجيا تحس ان هو مخفي. هو ده الجيم اللي احنا شكلنا هنسجل فيه النهارده. طبعا انا مش لاقي حد عشان اتكلم معاه اصلا. طبعا في الحقيقه الجيم عجبني، الصاله كبيره. عايز اقول لك الناس كمان اللي شغاله في الجيم هنا المدربين تعاملوا معايا بطريقه ممتازه جدا اثناء الدخول الصراحه. فبعتقد انها سجل. تشوف صاله الجيم عامله ازاي، كبيره وكلها اليات حديثه في نفس الوقت، ولكن عيبه انه بيفتح لحد الساعه 10 بالليل، ويوم الاحد بيفتح لحد الساعه 7 بالليل. فالمشكله الواحد هنا لو خارج بيصور في مشوار وهو راجع مثلا متاخر، فمش هيكون مفتوح 24 ساعه ياخد راحته في التصوير. طبعا هنا كل واحد بيكون له دولاب علشان يحطوا فيه لبس الرياضي او لبس الخروجات. بعد ما يخلص الجيم يقدر يلبسه تاني. هنا كمان بيدوك قفل عشان تقفل الدولاب بتاعك، بحيث لو انت نسيت القفل في البيت او مش معاك القفل فهم بيدوك واحد احتياطي. ديت طبعا الاشتراكات اللي هو اداها لي، هو موجود 3 اشتراكات في السنه اللي هي ب 30 يورو، وفي السنتين اللي هي ب 25 يورو، وفي المونات لشكون دبار. طبعا عشان اجي اشترك كانت البنت موجوده فوق الصراحه، قالت لي من افضل الطرق انك تخش تشترك اونلاين، وانت لما تيجي المره الجايه نديك شيب كده عباره عن زي تقدر تقول كده كارت او اي حاجه تانية عشان خاطر تحطها على البوابه، تعمل مسح للشيب دي او الكارت، وبعدين تقدر تدخل الجيم عادي، وبحيث ان يكون معاك اشتراك. فما قدرتش اشتري اي حاجه دلوقتي مقتنيات الجيم غير لما اسجل في السيستم عندهم، علشان خاطر الحاجات اللي عندهم ما ينفعش تخرج لاي حد غير لما يكون مسجل في الجيم عندهم. فبس الصراحه الجيم ممتاز اكتر من الرائع. والحلو في الموضوع ان يعني هو في قريه، مش كل الناس بتجيله، ما بيبقاش فيه زحمه كتير، وكمان زي ما انا شفت كان الاقليه اللي موجوده فيه هم كبار السن ما شاء الله. فخلاص حيث التنفيذ سجلنا في جيم جديد. طبعا بعد ما خلصت الجيم بقى حبيت استغل الفرصه لان الطقس النهارده اكتر من الرائع عزيزي المشاهد. هنطلع النهارده على بحيره جنبي، والبحيره ديت اسمها فونكس زي بمعنى الكلمه. الاجواء هناك بتكون في الصيف جميله جدا. عايز اقول لكم ان القطر ده كبير جدا، بيجوا يقفوا هنا يريحوا بالساعات ويكملوا مشوارهم، لان بيكونوا مسافرين دول مثلا في الاتحاد الاوروبي او خارجها بشكل عام، فدي بتكون محطه الراحه. بس اللطيف في الموضوع ان مفيش لصوص هنا، بمجرد ان يشوفوا قطر بضاعه واقف مثلا في راحه، لو حتى في عربيات او في مهما كانت انواع البضائع لو غاليه الثمن، ملوش اصلا ان يقطعوا سكه الحديد ويروحوا يحاولوا يسرقوا القطر ده، لان في كاميرات في كل مكان، ونظام الامان في المانيا قوي جدا اكتر من رائع تطور. طبعا انا وصلت دلوقتي الحي اللي موجود فيه البحيره الصناعيه الجميله هنا، بس بنفس الوقت عزيزي المشاهد حبيت اعمل تجربه مميزه جدا. هنروح دلوقتي نشوف سكوتر نأجره علشان خاطر نلف حوالين البحيره، وبعدين هنكمل مشوارنا ونشوف اذا بنقدر نأجر مركب في الوقت الحالي ولا لا. طبعا لقيت سكوترين هناك هم او يمكن اكتر من 2، ديت شركات مختلفه. ف بعد ما ياخدوا جولات بالسكوتر ده بيجيبوا يركنوه هنا، فخلينا ننزل ابلكيشنز ونأجر واحد من دول. طبعا السكوتر هنا بالنسبه للسكان هو افضل خيار للتنقل حوالين البحيره او داخل الحي بشكل عام، لان هو كهرباء وصديق للبيئه، يعني ما بيطلعش اي حاجه عشان خاطر يلوث بيها الطبيعه. طبعا انا اخدت ايجار، بس صراحه حاسس ان التجربه مميزه وممتعه جدا، وبس ما كتبليش سعر الدقيقه بكام، فانا فتحت السكوتر عادي كده وبدات امشي بيه. بس بجد واو، التجربة رهيبة بجد. طبعا علشان نكون في السليم وما نخالفش القوانين، فاحنا لازم نمشي على المكان اللي موجود فيه هنا رسومات العجل، يعني مكان العجل وده مكان للمشي. فيعني انا شايف ان الصراحة التجربة فريدة من نوع، جميلة احساس حلو، انت بتستنشق شوية الهواء اللي بيقول لك بالسرعة اللي احنا ماشيين عليها بالسكوتر دلوقتي، فحاجة حلوة. شوفوا هنا طبعا البحيرة كلها، يعني احنا نقدر نلفها اصلا بالسكوتر، وانا ما اعرفش اصلا هو عمال يحسب بالدقيقه بكام. ما نفكرش في الدقيقه اللي بتتحسب، اهم حاجه الاستمتاع. طول ما الانسان بيستمتع ما يفكرش في اي حاجه.
طبعا هو بيمشي بس 20 كيلو في الساعة، ما ينفعش السرعة تبقى أكتر من كده لأن ممنوع في ألمانيا. ويعتبر كمان دي الحاجة الوحيدة اللي مش محتاجة رخصة أصلا، بس لازم يكون ليها يعني نمر، لازم ترخصه من التأمين ويكون يدولك كده نمر وتحطها في الإسكوتر، لأنك لو معكش نمر فهتتعرض لغرامة كبيرة لو الشرطة مسكتك، لأن ده مخالف. أنا اللي مسيطر على طريق العجل بالكامل. مفيش أي حد ماشي بالعجلة بتاعته هنا خالص. شوفوا الشارع فاضي، ده عشان خاطر الناس تمشي على رجليها، فطبعا تمشي على رجلك يكون رياضي اكتر وافضل. الاجابه في الموضوع ان انا وانا ماشي دلوقتي طبعا بستمتع بالمناظر اللي انا بشوفها، اذا كان من الناطق المعماري، الحديقه، شويه الخضار اللي انتم شايفينه ده، والهواء اللي بتاخده كده بالسرعه واحنا ماشيين، فده انا الصراحه مميز ما بيخليكش عايز تنزل من السكوتر خالص، فانا مستمتع يعني. طبعا ده ممنوع ان يمشي كده على رجله، لان ده المكان مخصص للعجل والسكوتر يا حاج. لسه يا ابن الطريق عشان مش شايف قدامي، هوبا فوق طياره. شوف لان المطار قدامي، الطياره قريبه جدا مننا، احس حالي ما شاء الله طيار، ممكن اسوق طياره، ممكن اسوق عربيه، سكوتر من غير ما حد يعلمني. هبدا. شوف شعر الواحد بقى عامل ازاي. راحت باصت التسريحه. احس حالي بالسرعه ديت راكب لامبورجيني ما شاء الله ولا بورشه. هو ده احلى حاجه، ان الانسان لازم يسعد نفسه بنفسه، ما يفضلش قاعد كده في البيت ويفكر باشياء سلبيه تخليه يكتئب. انا واحد بحب جدا السفر، واي حاجه بعملها مثلا اسافر اي مدينه بتبقى الخطه عشوائيه، يعني انزل الشارع اقول هبدا اعمل ايه النهارده، ما اعرفش تيجي الخطه عشوائيه وبتنجح الحمد لله. فدايما الانسان لازم يسعد نفسه بنفسه. شوفوا ده كان فارد مهاراته، دلوقتي سايب ايده، التالت ساب ايده هو كمان، عايز يفرد مهاراته هنا بحيث ان واو الشاب بيعرف يسوق العجل. يا الهي ما هذا الرجل الوسيم. وبعدين بس ياكل مطب ضرب سوبليكس على وشه بالارض. اتكلم على الراجل وانا اللي ماسك الكاميرا، يعني لو في دبانه دخلت في وشي اعمل احلى حادثه. طبعا ركنت صديقي السكوتر هنا، اخدوا مني في التسع دقايق مشيت 2 كيلو 300 متر 3 يورو بس، شايف انه رخيص جدا الصراحه. فالى اللقاء سكوتري المفضل. انا لاحظت ان احنا اول ما اجرنا السكوتر اخدوا مني 7 يورو في البدايه، فانا فكرت ان ال7 يورو دول هيكونوا لمده معينه، فبعدين اكتشفت ان خدوا ال7 يورو ديت اصلا كنظام يعني رهن، بحيث ان لما اقف في مكان واركن السكوتر يبقى يرجعوا لي ال7 يورو ديت تاني. فصراحه كنت شايف ان 3 يورو في اللفه ديت يعني رخيصه قوي، وكانت جوله ممتعه قوي يعني. طبعا عايز اقول لكم ان ديت المحطه اللي بتحط فيها المراكب بتاعت الايجار، بس للاسف المراكب مش موجوده زي ما انا توقعت، لاني بس بيكون بالصيف لما يكون الجو حر جدا بيبدا طبعا المكان ده الكشك الصغير اللي كله الوان غريبه دي يبدا يفتح ويحط المراكب كده تبقى مرصوصه جنب بعض وتاجرها بالنص ساعه، بس للاسف طلع مفيش مراكب وطلع المكان قافل، بس في الصيف بيبدا يفتح عشان كده هتسمعوا كلمه انا بحب الصيف قوي في كل فيديوهاتي. شوفوا هي ديت المحطه، وهنا الجراشات اللي اتحط فيها المراكب. شو للاسف قافلين. ديت المراكب اللي بنأجرها وناخدها جوله في المدينه. خساره، كنا هنستمتع جدا لو كنا خدنا جوله في نص البحيره ديت، من زمان ونفسي اعمل التجربه ديت، بس كنت باهملها وبطنشها الصراحه، مش عارف ليه. كان كل مره اجي هنا مثلا بالليل او الصبح اسلي وقت واقضي وقت في وسط البحيره ديت، بس اشوف المراكب شغاله في الصيف، بس ما بطنش مش عارف ليه. دلوقتي عايز اخد التجربه الجميله دي. عايز اقول لكم ان كل المحلات اللي موجوده على الجناب ديت كلها بتستغل فرصه البيع الايس كريم، لان الصيف هنا بيكون الجو زحمه جدا. يعني شوفوا كل واحد اصلا تلاقيه شاري ايس كريم ويقف هنا قدام البحيره ويضيع بقى وقته كله، بيحبوا جدا الحاجات ديت هم. احس ان ده واحد من افضل المحلات اللي بيبيع ايس كريم هنا، فهنخش نشتري واحد. الو بغدا شفت mal bitte einmal Eiscremes mitnehmen. Ja. wollte mal bitte مانجو شوكولاته، مانجو بالشوكولاته. طلبت طبعا ايس كريم مانجا بالشوكولاته. شوفوا طبعا هنا في فواكه كتير يقدر يحطها لك، موز هتلاقي،
وتلاقي برضو في نفس الوقت التوت الازرق، وده مش بحس، وديت كمان فراولة. بس انا اختار من غير اي فواكه. احس ان المكان بناتي شوية، ويمكن التصميم بتاعته مختلفة الصراحة، وتحس ان المحلات ديت منتشرة بشكل كثيف في تايلاند او فيتنام، الاماكن ديت. شوفوا ده حتى هتلاقيه مشاريب بدأت تنتشر في السوق بشكل كامل. ده كوكتيل اناناس. طبعا عايز اقول لكم العامل اللي جوه قسم بالله محترم جدا. انا اولا ما طلبتش قهوه اكسبريسو، لقيته هو جايبها لي وفهم غلط. اول ما دخلت قلت له انا عايز ايس كريم، ففكر ان انا طلبت اكسبريسو، يعني فرق شاسع. الكلام ده بسرعه هو فهم غلط، كان عايز يحسب لي دي ببلاش، قلت له لا لازم ادفع. فدفعت في 2 يورو 50 سنت، والايس كريم ده 3 يورو. طبعا اللي على الوش ده فانيليا مع شوكولاته. انا بحب جدا ميكس الفانيليا ديت لما يدخل في الكريمه مع الشوكولاته بيبقى طعمه خرافي. يعني قسما بالله انا مش عارف هي ده تبقى غريبه ولا لا، بس دي اول مره في حياتي اكل ايس كريم احس ان نسبه السكر فيها قليله قوي. مش عارف ليه. طول عمري كنت لما اجي اشتري الايس كريم ده بشكل عام اركز على اخر حته اللي بيكون فيها طعم الشوكولاته دي المميز وطعمها حلو جدا. بس عايز اقول لكم ان هي في المانيا اصلا ما فيهاش شوكولاته خالص تحت، بعتقد يعني نسبه كبيره منهم، لان انا ما فيش ولا مره في حياتي ايس كريم اشتريته اذا كان من السوبر ماركت او من المحل هنا ولقيت فيه شوكولاته في اخر القعر كده، مش موجود. طبعا بعد ما خلصنا من البحيره الصراحه كانت الاجواء هناك جميله جدا، كنت بستمتع بكل لحظه بمر فيها، لان القعده هناك وسط البحيره والاجواء الطبيعيه ديت ما بتخلكش تمل منها. طبعا النهارده صاحبي جه بقاله كام يوم من مصر وكان جايب لي حاجات معاه، فكان لازم اروح اخدها منه، لان هو قاعد يعني فتره محدوده هنا حوالي اسبوع وهيرجع مصر تاني، فلازم بعد شويه اكون في مدينه اخن. طبعا لسه واصل دلوقتي مدينه اخن اللي احنا صورنا فيها اصلا من فتره. هنا هقابل صاحبي اللي جه من كام يوم شغل كده هيخلصوا هنا في المانيا، وبعدين هو راجع مصر تاني جايب لي حاجات معاه من مصر الصراحه، هو برضه معاه حاجات لمصر. فالمفروض اقابله الساعه 5، انا جيت بدري شويه اخن، يعني الساعه 5 بيخلص كده شغله، فانا الساعه دلوقتي 3 وتلت يعني، فاضطر استناه شويه كده ولحد ما يخلص، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. فبالحال عزيزي المشاهد في الفتره اللي هستناها ديت قلت ننزل ناخد لنا جوله في المدينه شويه ونستكشف بعض الانشطه اللي موجوده فيها. طبعا عايز اقول لكم انا من ساعه ما دخلت المدينه ديت اصلا، حتى المره اللي فاتت لما صورت فيها احس حال ان انا ماشي في شوارع يعني انجلترا بشكل عام، تحس نفسي ماشي في لندن بسبب اللغه الانجليزيه اللي بسمعها في كل مكان. بس عدد الطلاب هنا كتير قوي، وبسبب برضو اليد العامله والاتفاقيه اللي عملتها المانيا مع الهنود، بقيت الاحظ كميه الهنود اللي موجوده في الشوارع، مش في اخن وبس، لا ده موجوده في كل انحاء المانيا. يعني اي مدينه اروحها بقيت اشوف كميه رهيبه من الهنود الصراحه اللي في المانيا، عكس يعني الاتفاقيه دي قبل ما يتفقوا عليها. شوفوا دي نظام الامان، رامي التليفون بتاعه في الارض وكل حاجه. ده بيستسهل الموضوع بتاعه، بدل ما يدخل مثلا يشتري اي حاجه من الماركت او من المطعم حاجه ياكلها، فبيبقى شايف ان في ايده حاجات كتير، فيقول لك لا الحق واحطها احسن بره وامشي. رغم ان انا كنت في برشلونه الصراحه، بس عايز اقول لكم ان الشارع ده بيحسسني باحد احياء برشلونه، الشوارع القديمه كده اللي كنت ماشي فيها وسط العماره والمباني القديمه ديت. احس ان الشارع ده شبيه جدا لشوارع برشلونه، يعني الشارع ما يتملش منه واحنا ماشيين فيه الصراحه كده. بس شوف فاضي ازاي. طبعا لما تسمع دلوقتي ان في احد الرحلات او مثلا عايز تروح هولندا او بلجيكا او دول تانية عزيزي المشاهد تكون لها حدود مشتركه مع المانيا، تخيل ان بالاتوبيس ده ديت. طبعا احنا دلوقتي موجود في مدينه اخن ليها حدود مشتركه مع الدولتين دول بلجيكا وهولندا. عايز اقول لكم الاتوبيس ده جاي من هولندا، شوفوا ديت النمر الهولنديه والسواق هولندي والاتوبيس هولندي وكل حاجه، والشركه هولنديه. دي محطه اتوبيس بقى المانيه عايز اقول لكم يعني. فتشوفوا قد ايه العقليه بتاعتهم ممتازه، ومفيش تضيق او اي مشاكل ممكن يتعرضوا ليها رغم ان الحدود مفتوحه مع بعض. ده بيعزز السياحه والتجاره معاهم، فهم الاثنين مستفيدين او الثلاث دول مستفيدين. ده انا بشوف عربيات واتوبيسات من كل انحاء يعني اوروبا بيجوا هنا، تخيل عزيزي المشاهد بيجيبوا ركابهم عشان يجوا هنا يا اخي يتسوقوا. وكمان معظم الركاب اللي بيركبوا الاتوبيس الهولندي ده المان علشان خاطر يدخلوا هولندا يتسوقوا، فده بيعكس السياحه ما بين الدول ديت كلها، وبيكون كمان علاقات وبيعزز الرابط ما بين الشعوب هنا. يعني بمعنى الكلمه مش محتاج فيزا علشان ادخل اي دوله من دول، لا على طول بيقطع تذكره الاتوبيس وبيدخل المانيا، والتذكره رخيصه في حدود 2 يورو 3 يورو على حسب المدينه اللي هو رايحها. فمش عشان سائح جاي من هولندا او بلجيكا هيبدا يغلى عليه الاسعار تبقى سعر التذكره بدل من 2 يورو خلوها لا ب 50 يورو. مفيش الكلام ده خالص.
في تساهيل بشكل رهيب. فتخيلوا التساهيل دي تبقى موجوده عندنا، الحدود تتفتح على بعض، نقدر نزور كل الدول العربيه بدون تاشيره، بدون ضغوطات، بدون مشاكل حدوديه ممكن تقابلها، بدون تاشيره بشكل عام، تبعت جواز سفرك تستنى بالايام عشان خاطر تطلع لك الفيزا بالساعات. لا، لو بقينا كده حدود مفتوحه مع بعض هتلاقي نشاط تجاري كبير، السياح، الناس تزور بعض، ده بيساهم في الاقتصاد بمعنى الكلمة. يا سلام، شوفوا أجواء الربيع الجميلة، الزهور اللي بيبدأوا يزرعوها حوالين الشجر هنا، وكل كام متر هتلاقي شجر. شوفوا، والمسافات اللي ما بين الأشجار هنا والزهور عاملة ازاي. ريحة المدينة تفوح منها الزهور الجميلة والورود يا عزيزي المشاهد. شوف حتى الشوارع لما تمتلئ اللي هو الورق الشجر وورق الزهور ده، تعمل كده مناظر جميلة جدا وسط القعدات والاسترخاء الحلو ده. شوفوا ده شارع غني كده، شارع تجاري تحسه، تلاقي المباني القديمة هناك، مطاعم هنا في كل زاوية محطوطة، كافيهات كتير. يعني المنافسة اللي ما بين المطاعم والكافيهات دي شرسة شرسة، كل واحد بيختار هو وذوقه بقى الكافيه اللي بيقعد فيه، اللي بيقدم كواليتي احسن من التاني، هو اللي الزبون بينجذب يعني عنده اكتر. فديت حاجه حلوه، حريه اختيار وليس اجباري، تشدك كده غصب عنك عشان تقعد في الكافيه بتاعي. حريه الاختيار هي الاهم. شوفوا ديت رحلات مدرسيه، تقدر تقول كده باحثين ياخدوا الكراسات وييجوا هنا على الطبيعه يكتبوا عنها، والمدرسين يعرفوهم على انواع النباتات هنا اللي بتطلع في الربيع وفي الصيف في شكل عام. كل دول طلاب، تخيل، قاعدين يتأملوا في كل المعالم السياحية هنا، وبنفس الوقت يكتبوا عنها، وفي الآخر على البحث اللي هم كتبوه ده بياخدوا درجات عالية. فأنا شايفها حاجة ممتازة جدا ليخلوا الأطفال والطلاب بشكل عام يكون عندهم معلومات أكتر عن البلد اللي هم عايشين فيها. وعايز أقول لكم إن معظمهم تلاقيهم مهاجرين يعني. طبعا انا بتمشى عشوائي كده في المدينه، لقيت سوق هنا الصراحه مركز تجاري كبير جدا. في الحقيقه انا جعان على لحم بطني، لان المسافه ما بينه وبين اصلا مدينه اخر دي اكتر من 3 ساعات اخذ المشوار بسبب القطر يقف كل شويه وكده. فعلى لحم بطني، فدخلت السوق عشان نشوف اي مطعم ممكن ناكل فيه. في مطاعم بره كتير، بس حسيت ان البطاطس هي المنتشره اكتر حاجه. المول كبير جدا وموجود فيه مطاعم كتير، اذا كانت صينيه تركيه مطاعم حلال، فانا محتار والله ما عارف اكل ايه الصراحه يعني. طبعا جيت على محل هنا فيتنامش، اوكي فيتنامش. جيت على مطعم فيتنامي هنا، طبعا طلبت الطبق رقم 4 اللي انتم شايفينه ده. كان في منه مكرونه وبس للاسف مع لحم فراخ. فانا طلبت الطبق اللي فيه جمبري ده وخضروات، طبق مميز جدا، سعره عمل 12 يورو 90 سنت. الصراحه اللي واقف على الاستاف محترم جدا يعني. بس في البدايه جيت طلبت طبق كان سعره 6 يورو، فبعدين قال لي لما قلت له انا عايز طبق من بس ما فيهوش لحم فراخ، فلقيته قال لي ان في طبق تاني اللي هو طبعا بيجي مكرونه مع خضروات وفي نفس الوقت جمبري. فقال لي بس ده غالي. قلت له اوكي وايه يعني؟ قلت له اطلبه عادي. قال لي مش غالي. قلت له كام يعني؟ سعره 12 يورو 90 سنت. فالظاهر كده ان الناس لما بتيجي هنا بتفاصل، لو بيقولوا اكل غالي فبيمشوا. فحاسس ان الفيتناميين هيبدعوا النهارده، فخلينا نجرب الاكله المشهوره ديت. طبعا عايز اقول لكم المول اصلا هنا كل المطاعم دي مختلطه، يعني اللي بيطلب اكل بيجي يقعد هنا على الترابيزه معينه، مش تخص مطعم واحد، كلهم طبعا يعني ايه عشوائي. اللي يشتري اي اكل مثلا من KFC، من اسيان هونج، من المطعم اللي هناك ده، بيجي يقعد على اي ترابيزه عادي. طبعا وصل لنا الطبق الفيتنامي الشهير. طبعا ديت الصوص او الشوربه نقدر نقول كده اللي نازله من الجمبري والخضروات المحطوطه دي، وحاطط لي لوبيا طبعا خضراء وبروكلي وقرنبيط في نفس الوقت. مش عارف ايه اللي خص القرنبيط بام الطبخه، مش عارف ايه. ودي برضو فطر، ده حلو قوي صحي. فخلينا نجرب الشوربه اهم حاجه. بسم الله. الله، تشبه شوربه السي فود، بس حسها ان ديت مسكره شويه. لا، والحلو في الموضوع بقى ان المكرونه اصلا ليها نوعين، ممكن يسلقها لك ويديها لك مع الخضروات بشكل عشوائي، بس هنا المكرونه هو محمرها في طاسه كده لوحدها. بص الجمبري عامل ازاي ما شاء الله، مستوي بشكل حلو.
قسما بالله عاملينه بطريقه حلوه جدا. حسيت وكنت خايف في نفس الوقت ان يطلع في زفار، بس مفيش نقطه زفار. رغم ان اكله جميل جدا بس مش ملاحظ ان عليه قبول كتير. بس عايز اقول لكم ان ده لو محطوط في طبق غويط وكميه الصوص اللي موجوده فيه اعلى شويه من المكرونه، فهتحس ان انت بتاكل الرامن يابانيه اصلا. فاحس ان الصلصه يعني ايه، الصوص في الطبق ده كتير قوي بس طعمه حلو. واهم حاجه السبايسي في الطعم يا حبيبي. حبه البروكلي مع الجمبري. كوسه، الكوسه بقيت اشوفها في الاكل المطبوخ كتير قوي. احنا نعملها محشي بطريقه مصريه ممتازه، بس انا اول مره اكلها مع مكرونه مطبوخه. هو كميه الزنق في الصلصه هنا واخده حقها، يبقى حتى الشوربه تقيله شويه مش خفيفه، فده اللي مخلي نكهتها طعمها لذيذ، وتاكل كل شويه منها وتجرب وتاخد المعلقه الاولى وتسحبك للثانيه. الطبق فيه اصناف كتير جدا بتشجعك انك تاكل وتجرب الصراحه، يعني طعمها حلو قوي. يعني قسما بالله في كل مره اكل جمبري من محلات مختلفه من عند ناس جنسيات كتير جدا مختلفه، يطلع الجمبري يكون ناشف كده ويطلع فيه طعم زفار كده قريب. الو ولكن عندهم كانوا عاملين الجمبري ولا مستوي قوي ولا ناشف قوي، فكان طعمه كده متوسط، طعمه جميل جدا. ولكن عيبهم الوحيد ان الشلاك زنة اللي كانت محطوطه في الشوربه بعتقد كانت مالحه شويه، فهم اضافوا ملح من عندهم زياده. بس طبق ياخد 8 من 10 خرافي. المكان ده بس اخش فيه واتوه فيه لا تلموني، لان ده يعني الاماكن اللي بحبها جدا بالنسبه للرفاهيه. انا باجي اتمشى واتسلى هنا، يعني تيجي تشتري ملابس، تشتري اي حاجه تانية، تتسوق، تشتري الكترونيات. الحلو في الموضوع في نفس الوقت ان هنا الحاجات اللي ما تلاقيهاش بره في الشارع هتلاقيها داخل المركز التجاري ده، فدايما بيكون التعزيزات فيه وعدد المحلات اكتر من بره. محل الالكترونيات اللي موجود ده قدامه اجهزه كتير جدا مستورده من الصين، واللي قدامي ده صيني 100%. يبقى عزيز المشاهد ميد ان تشينا. ازاي عرفت ان المصري اذكى طفل في العالم؟ من خفه دمه. جيت هنا علشان اشتري عصير. طبعا في عصير هنا بيكون مركز جدا، يعني محتاج انك تحط له ميه وحاجه زي كده، فانا هاخد عصير هم يعني بيكون جاهز بقى في ميه ويكون الخلطه بتاعته. بس لازم نختار حاجه ما فيهاش سكر كتير، لان كميه العصير اللي بيتحط هنا فيه سكر بيبقى كتير قوي، فلازم ندور على حاجه حلوه. مبدئيا كده فضلت ادور واهبط كتير لحد ما لقيت العصير الليمون ده موجود فيه جنزبيل. واو، وما فيهوش سكر. نسبه السكر فيه 1.2 جرام بس، مش كتير، ومليان فيتامينات، فيتامين دي واي وسي وزنك. اهم حاجه الزنك. يعني تخيل لما الواحد يجي يشتري اي حاجه لازم يقرا المكونات بتاعته، فتخيل بقى كام منتج انا بشتريه وافضل اقرا عشان اعرف مكوناته ايه اصلا بالظبط. هو طعمه حلو بس طعم الجنزبيل مش ظاهر فيه، الليمون ظاهر اكتر. الصراحه الميه طعمها جميل جدا، والليمون اللي موجود فيه عامل نكهه خرافيه، يعني مش حاسس بطعم الجنزبيل. في الحقيقه وانا ماشي لقيت المكان ده موجود كده في المول، عباره عن لوح تقليديه بيرسموها هنا الفنانين الالمان وكده. احيانا تحس ان اللوحه ملهاش معنى خالص، وكل لوحه منفصله عن الثانيه. ربما تكون اللوحه دي كلها مربوطه ببعض بسبب الدوائر اللي موجوده، وفي كذا لون. لوح هنا تلاقيها منعزله منفرده زي ما شايفين كده، عباره عن فرع وموجود فيه زهور. وهنا لوح اوكي ملهاش معنى بس محطوطه كده لاي حد بيحب الفن يقدر يجي يتفرج وهو بقى بيحلل اللوح والفنون ديت. في اخر فتره لعبه اللبوب طلعت ترند، تمام. وعايز اقول لكم ان الدبدوب اللبوب اللطيف الجميل ده كنت بشوف عدد يعني كميات رهيبه من الناس كانوا بيشتروا اللبوب ده عشان خاطر يهدوه لاصحابهم واللي عنده حبيبته والكلام ده. شباب لقيت آلة، أنا أحس إن الآلة ديت مستحيل تكون مصنعة في ألمانيا بشكل عام. الآلة ديت بتعمل غزل البنات. شوفوا هنا
طبعا الايد، وهنا طبعا الشيليمو، وبعدين تحطه هنا كده، ويبدا لما الموتور يلف يطلع لك السكر اللي بيطلع منه غزل البنات زي ما انتم شايفين كده. دي تبقى بقى عباره عن كور كده، عباره عن طاقيه، حاجات كتير مختلفه. فما علينا، شوفوا ده النتيجه النهائيه بعد ما غزل البنات ينتهي. احنا كنا نعملها بطريقه مختلفه تماما وابسط الطرق، يعني يطلع لك احلى غزل بنات. دلوقتي بقت ماشين لوحده، وتشتريها وهي تعملها لك وتبيع لك بدون اي بيع خالص. ودي برضو آلة تانية بتقدر ايه زي لعبة التخمين كده، تشتري الاكياس اللي انت عايزها، بيكون موجود فيها بقى انت وحظك هدية كده، وبتشتريها. بتبدأ هنا من فين اوكي 30 يورو، بتلاقينا ب 30 يورو، 20 يورو تحت هنا، وب 10 يورو. تبقى عبارة عن زي المجلدات كده. ديت الأضخن، وديت برضو أضخن بشوية. فتقول يعني كل لما تكون الكيس أضخن فأنت تفكر إن موجود فيه يعني ايفون او التليفون او بشكل عام. بس يعني ما انصحش ان حد يشتري حاجات زي كده لان حظه هيكون سيء. طبعا قابلت صاحب عمر، اديته الحاجه اللي المفروض ينزل بيها على مصر. شخص لطيف جدا الصراحه، بس للاسف ما عرفش اطول معاه لاني لازم حاليا نرجع البيت، لان اصلا مفيش مواصلات. وقلت لكم بيتي او مدينتي تبعد عننا اكتر من 3 ساعات، فلو انا طولت اكتر من الساعه 6 هنا فهنشوف اي اوتيل نقعد فيه، والمنطقه مش مستاهله نقعد فيها اصلا لان مصر فيها قبل كده. فاسعد الله اسفاركم، ونشوفكم في فيديوهات جديده. مع السلامه.